لو بحثت في جوجل عن بوب أربيتراج هتلاقي آلاف الفيديوهات سواء العربية والأجنبية اللي بتقولك إنك ممكن تحقق آلاف الدولارات بدون مجهود تقريبا بمجرد إنك تعمل موقع أو يكون عندك موقع عليه إعلانات أدسنس وتروح تشتري ترافيك رخيص سواء بقى من هيل توب أو بوب أدس أو أدستير أو أي شركة بتعمل إعلانات بوب أندر رخيصة وتكسب من فرق الربح ده. يعني الزيارات اللي هتجيبها من البوب أندر دي تخش على الموقع عندك فتدوس على إعلانات أدسنس فتكسب. لكن هل الواقع بالسهولة دي؟ الحقيقة لأ تماما. لو بصيت عندي أنا في حسابي في أدسنس هتلاقي إن أنا جايب مليون تقريبا مليون ومية ألف زيارة أو مشاهدة آخر 28 يوم وظهر بس 140 ألف ظهور للإعلانات. يعني تقريبا مش ظاهر أي حاجة. ماليك شاف الأرباح تقريبا مفيش أرباح، وده من غير ما اشتغل أصلا بوب أربيتراج. ده بسبب خطأ بسيط جدا. زادت عندي المشاهدات من موقع من مواقع السوشيال ميديا لناس مش مهتمة بالمجال، مش مهتمة بمجال موقعي، فكانت بتدخل وتخرج على طول. فده حصل إيه؟ عمل لي تقييد إعلانات، عمل لي إن هو بيقعد شهر تقريبا أو أكتر. يعني أنا في حالتي دي لسه شهر ونص ولسه التقييد متشالش عشان يشوف مصادر زياراتي هل هي شرعية ولا لأ. فده بيحصل في إعلانات البوب أندر، لأن البوب أندر أنت بيجيلك زوار مش مهتمين بمجالك. تمام. فلما ما حصلكش تقييد بيحصل حاجة اسمها النقرة المؤكدة، ودي حاجة أصعب كمان من التقييد. يعني التقييد بيبقى وقته قليل وبيتشال، لكن النقرة المؤكدة هي إنك بتدوس على الإعلان. لما إزاي يدوس على الإعلان يسألوا تاني هل أنت متأكد إنك عايز تخش على الإعلان ده؟ فأغلب الناس ما بتخشش، فبالتالي أنت بتخسر زيارات كتير جدا. طيب يعني هو كده باظت؟ مفيش حل خالص؟ لأ، في حل. أول حاجة إنك تعمل صفحة وسيطة ما بين الإعلان وما بين موقعك. يعني في البوب أندر مثلا لو عملت صفحة بوب أندر ما توجهوش لموقعك على طول، وجهه الصفحة كل اللي مكتوب فيها اضغط هنا لمشاهدة المقال. فبالتالي الزائر هيخش بإرادته، لكن مش كل الناس هتدوس لأن هي مش مهتمة بمجالك، فبالتالي أنت في الغالب هتخسر كتير جدا. والحل التاني والأفضل هو إنك تعمل إعلانات على تيك توك مثلا أو فيسبوك أو أيا كان منصة سوشيال ميديا، مش إعلانات بوب أندر. في الحالة دي هتوجه الزيارات لموقعك مباشرة هتكسب، لكن إعلانات الشركات دي أغلى. طب هتعمل إيه؟ تشترك في شركات تانية جنب جوجل. يعني تحط جوجل أدسنس تحط جنبه مثلا بوب فيتشر هتلاقينا شارحينها، وتحط هيل توب مثلا اللي هي الشركة دي هتلاقينا شارحينها برضه. فبالتالي هتلاقي إن أنت بتكسب. مش هتكسب ال 6000 دولار مثلا دي، لأن خلاص ده كان وقت وعدى. يعني الوقت ده قبل كده كان الدنيا أقل تشددا، دلوقتي الموضوع أصعب شوية. لكن هتحقق ربح كويس، وكل ما تزود طبعا الميزانية الإعلانية هتكسب أكتر. فأنا ليه بعمل الفيديو ده؟ بعمل الفيديو ده لأنه طلب مني أكتر من مرة إن أنا أشرح بوب الاربيتراج. هو مش ما بقاش نافع. يعني هتخسر فلوس حتى لو كسبت مرة، المرة التانية هتخسر فلوس وهتخسر ميزانية كبيرة أنت ممكن تعمل بيها إعلانات في الآخر أنت متكسبش حاجة من جوجل أو حسابك يتقفل. فحرام، فاهمني؟ فالأفضل إنك تجيب ناس مستهدفة سواء من تيك توك فيسبوك الكلام ده. لو حابين إن إحنا نعمل ده بشكل عملي ونعمل صفحة هبوط جذابة ونحط فيها شركات إعلانات ونشوف هندفع كام ونكسب كام، قولوا لي في الكومنتات وهنعمل ده في خلال أسبوع من دلوقتي عشان ما نصرفش فلوس ودي على الفاضي. بس كده. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان تشوف التجارب والحاجات اللي هنعملها، وسلام.